اليوم غنجربوا أغرب طرق لمحاربة الصهد. طريقة 4 هي أغرب وأحسن طريقة، وبسببها من اليوم غتودع شي حاجة سميتها الصهد، وصيفك غيدوز حلاوة في المنزل. كلنا كنعرفوا باللي أحسن حاجة تقدر تحارب بها الصهد وهي تمشي للبحر، ولكن المشكل هو أنني ما كنمشيش للبحر، والسبب ببساطة هو داك المناظر اللي على بالك وبالي. لذا في هذا الفيديو غنحارب الصهد غير في الدار. قبل ما ندخلوا للطريقه الاولى اجي بعدا نشوفوا السبب ديال هذا الصهد، وكذلك واش ممكن الانسان يموت بسبب الصهد. سبب الصهد هاد الايامات في المغرب هو الصحراء. كاين واحد الهواء اللي سميتو الشرقي، وهذا الهواء هذا كيجي من الصحراء، يعني هاد الحراره كامله اللي فرعانه جايه من الصحراء. وكاينه توقعات من العلماء ديال المناخ كيقولوا باللي هذه غير البدايه ومازال حنا دابا غير في شهر 5 وهاد الحراره المفرطه. دابا تخيلوا شهر 6 و7 كيفاش غيكون فوق الشوايه. واحد السؤال اللي جا في بالي وغيجي في بالك، علاش كل عام الحراره كتكون كتر؟ الصيف ديال 2025 كانت الحراره ديال بصح، هاد العام غتكون الحراره كتر وكتر. ما بغيت نصدمكم ولكن السبب هو الانسان. البشر كل عام كيحرق ملايين من الاطنان ديال الزبل والبنزين والبترول، وكذلك ما نساوش المعامل. المهم داك الدخان كيطلع للسماء وكيدير واحد الغطاء فوق الكره الارضيه. فاش كيجي الصيف الشمس كتضرب فينا، وبالتالي الكره الارضيه كتسخن. الكره الارضيه مسكينه كتبغي نبقاو حنا باردين، كتبغي داك الحراره تخرجها وديها للفضاء، ولكن كتلقى واحد المشكل. هذا المشكل هو داك الغطاء اللي داير بحال شي درع. فاش الحراره كتبغي تخرج للفضاء كتلقى داك الغطاء اللي ما كيخليهاش تخرج، فمن بعد الحراره كترجع للارض وكتشوينا، وهذا كيتسمى بالاحتباس الحراري. غتكون شي نهار سمعتي به. وحتى المحيطات اللي كانوا كيبردوا الكره الارضيه ولاو سخان، حتى هما مساكنين خصهم اللي يبردهم. دابا السؤال هنا، واش ممكن الانسان يموت بسبب الحراره والصهد؟ الجواب بكل اختصار ايها سيدي، وهذه رساله للناس، حداو راسكم راه الشمس ما معاها لعب. بمناسبه هذه الايام كاين الحج. في سنه 2025 كان درجه الحراره في الحج 50 درجه، وبسبب هذه الحراره المفرطه بزاف ديال الناس ماتوا. وكذلك ما ننساوش واحد القصه مشهوره وقعت في اوروبا في 2003. تخيلوا مات اكثر من 70 الف شخص بسبب الحراره، يعني الحراره ما معاها لعب. واليوم غنحاربوها والعافيه. اليوم درجه الحراره 39 في الدار البيضاء. اول حاجه غندير باش نتخلص من الحراره ونعيش معها وهي انني ندوش بالماء بارد، ونشوف داك الماء بارد شحال غيبقى شاد فيا، يعني بالدارجه غنشوف شحال غنبقى بارد. قبل ما نديرو التجربه وندوشو بالماء بارد اجي بعدا نقول لكم شنو هي المنافع ديال الماء بارد. صراحه الا بغيت نقول لكم شنو هي الفوائد دوش بالماء بارد فراه ما غنساليش. اول حاجه تدواش بالماء بارد كيقوي المناعه، كتولي ما كتمرضش، البرد ما يصور منك والو. ثاني حاجه تدواش بالماء بارد كيحارب التوتر، ما كتبقاش متوتر. وثالث حاجه وهذه مهمه بزاف، التدواش بالماء بارد كيخليك تحس بواحد السعاده اللي زوينه بزاف. وهاد السعاده هذه تخيلوا كاين ناس كيقلبوا عليها في حوايج اخرين بحال مثلا يكميو الكارو وزيد اي احنا نسينا ندسي. مرحبا بيك. دوشنا بالماء بارد. دابا كنحس بواحد الاحساس زوين، كنحس براسي بارد في البروده. اقسم بالله زعما تدوش بالماء بارد احسن احساس، كتحس بواحد السعاده، بواحد الاحساس يا سلام. دابا غنشوفوا شحال من دقيقه غتبقى فينا هاد البروده. المهم حنايا غنحاربوا الصهد باي طريقه، ومازال طرق غريبه هي جايه في الفيديو، واحد الطرق اللي ما يمكنش. واذا كنتي اول مره كتشوفني دير واحد اللايك، اشترك في القناه. مرحبا بك مرحبا. المهم هنا بقيت كنتسنى نشوف شحال من دقيقه غنبقى بارد. الخوت مع الاسف دازت 10 دقائق ولكن رجع فينا الصهد. يعني هاد الطريقه ديال الدوش بالماء بارد ماشي هي ما صالحاش. هي مزيان كتعاونك كتحس بواحد الاحساس زوين فاش كدوش، ولكن ان فوا كدوز ديك 10 دقائق كترجع كما كنتي الصهد. الطريقه الثانيه وهذه راه ما يمكنش، هي انك توجد واحد البراد داتاي سخون طايب. بسم الله. غتقول لي شنو علاقه اتاي سخون بالصهد؟ كيفاش اتاي سخون يقدر يبردني؟ او بمعنى اخر كيفاش اتاي يقدر يعاونني نحارب الصهد؟ واش زعما هاد الطريقه صحيحه وفعاله؟ نشربوا اتاي ونشوفوا شنو غيوقع.
ولكن قبل من هذا الشيء اجي نشرح لكم علاش اتاي ممكن يعاونك تحيد الصهد. كيفاش اتاي يقدر يعاونك تحارب الصهد في هذا الصهد؟ غير باش تعرفوا هذا الشيء راه ماشي تخربيق، وسيروا سولوا الصحراوه معروف عليهم كيشربوا اتاي في الحراره، والسبب بكل بساطه هو ان اتاي علميا كيعاون الجسم يتبرد. غتقول لي كيفاش؟ ايوا اسمعني، انت فاش كتشرب اتاي في الحراره، اتاي فاش كيهبط لك في البعده الجسم ديالك كيطلق واحد الانذار، بمعنى اخر الجسم ديالك كيبغي يحميك، كيقول هذا كيفاش الصهد وكيشرب اتاي، وهنا الجسم باش يحمي راسو كيتعرق، وهذا العرق كيتبخر وبالتالي كتحس بالبروده. من بعد ما شربت الكاس الاول والكاس الثاني حسيت بالنتيجه اللي كانت صادمه ديال بصح. خوتي هاد القضيه تشرب اتاي في الحراره باش يبردك، انا بالنسبه ليا طريقه زوينه فعاله، او بمعنى اخر جربوها راه مزيانه. المهم الخوت دابا غنمشي نصلي في هاد الحراره، وهذا ماشي رياء ولا شي حاجه، ماشي باغي نقول لكم انا كنصلي ولا هادي، وانما باش نذكركم ونذكر الناس اللي ما كتصليش، الصلاه هي احسن حاجه تقدر دير في حياتك، الصلاه هي اللي غتربحك من الاخر. صراحه ما يمكنش الحراره ديال بصح، وانا غادي وهذه المناطق اللي ساكن فيها العفو. تخيلوا خوتي فاش كنت راجع رجعت كنجري من قوه الحراره والعفو. اول حاجه فكرت فيها فاش دخلت للدار وهي شي طريقه اللي تبردني بالزربه، فراكم عارفين خديت هاد المروحه الكهربائيه ولا ما عرفت سميتها، ونقول لكم هذا افشل مروحه. دابا المشكل هو ديالها سخون، ما كتبردش كتسخن. السؤال هنا واش هادي صحيه؟ قبل ما نقول لكم واش المكيف والمروحيه كيمرضوا، اجي بعدا نشوفوا كيفاش جات الفكره ان الانسان يخترع المروحيه والمكيف. الا رجعنا الالاف ديال السنين غنلقاو مثلا بحال الفراعنه كانوا كيستعملوا اوراق اللوتس باش كينشوا على راسهم، اما الرومان فكانوا كيستعملوا الريش ديال الطاوس، كتعرفوا ديك اللعيبه صافي كيبداو ينشوا. وفي القرن 8 الميلادي جاو اليابانيين وطوروا داك النشاشه بحيث رجعوا النشاشه تقدر تطوى، كتشدها وطويها. وهاد القضيه اليابانيين تانسبيروا منها من الخفاش فاش كيجمع الاجنحه ديالو. وفي 1882 واحد المهندس ومخترع امريكي سميتو سكايلر هو اللي اخترع اول مروحه كهربائيه. اما المكيف اللي كنعرفه وكيكون غير عند الناس ديال لاباس عليهم فتخترع في 1902 على يد واحد المهندس حتى هو امريكاني واللي سميتو ويليس كارير. اما السؤال واش المكيف والمروحيه كيمرضوا، فالجواب ببساطه لا. كاين حاله وحده كتمرض فيها المروحيه والمكيف الانسان، هو انك الا ما عرفتيش تستعملهم، بحال مثلا ما خصك تستعمل المروحيه لساعات عديده، ماشي الليله كامله وانت ناعس ودايره في البريزو وكتسنى ما تمرضش. وحتى المكيف خصو ديما يتنقى من البكتيريا والفطريات، حيت الا ما نقيتيش المكيف داك الفطريات غيمشيو عبر الهواء وغتنفسهم انت. الخوت بغيت ندير قيلوله ولكن والو، مع الصهد ما بغاش يجيني النعاس، خصني شي طريقه باش نحارب هاد الصهد. فداك الشيء علاش شفت واحد الطريقه وبغيت نجربها. هاد الطريقه دارها واحد الهندي، وراكم عارفين الخوت الهنود راه مسطعين، نتسطاو معاهم شويه ونشوفوا واش الطريقه صحيحه ولا غير تخربيق وصافي. واذا كانت هاد الطريقه صحيحه ومزيانه جربوها نتوما. الخوت غنديروا لي زار في الماء صافي، غنديروا في الماء مزيان تيولي سارد مزيان، من بعد غنشفوه، غنبداو نعصروا حتى ما يبقاش فيه الماء، ومن بعد غنفرشوا فهمتي، غنديروه غنعسو. الخوت دابا غنحاولوا نتغطاو به. خصنا نحيدوا اول حاجه الحوايج، ولكن انا كنحشم منكم وحاشا لله كيتفرجوا فيا ناس كبار وصغار، غنحيدوا الحوايج غنرجع لكم. والله حتى ناضيه، والله حتى واعره الطريقه هذه، واحد البروده يا سلام، والله حتى واعره ما يمكنش، واحد البروده وهذاك الشيء جميل. هذه احسن طريقه باش تحارب الصهد، اقسم بالله الا طريقه واعره. الحمد لله الحمد لله. واخيرا لقيت احسن طريقه باش نحارب بها الصهد، هاد الطريقه جربها بليز، جربها في داركم ورد عليا. وتحيه للهنود، والله حتى الهنود ناس واعرين بزاف. دابا احسن حاجه غندير وهي غنعس واحد القيلوله واحد الساعه باش نوض نخدم. تحياتي الخوت، الله يسهل عليكم، وما تنساوش ديروا واحد اللايك وتشتركوا في القناه. الا ما كنتش اشتركتيش في القناه حشومه صاحبي، اشترك في القناه يلا.